النهارده هعمل وصفة مش لاقيه لها اسم الصراحة، بس يعني ممكن نقول عليها نوع من انواع الحمام الكداب. عندي نص كيلو فراخ مقطعة، 3 معالق بقسماط، معلقة دقيق، معلقة ونص ملح، قرنفل حاجة بسيطة كده، كزبرة ناشفة، بهارات مشكلة، قرفة، توم بودرة وبصل بودرة، بابريكا مدخنة وفلفل اسود. انا لما حطيت البهارات لقيتها يعني كتيرة شوية، فانتوا ممكن تحطوا مثلا نص معلقة من كل حاجة على نص كيلو الفراخ، والملح زي ما هو المعلقة. وبعدين لما ضربتها كده في الكبة لقيتها فرولت معايا، افتكرت ان انا فعلا ما حطيتش مادة دهنية. هو الافضل ان انتوا تحطوا قطع دهنة، بس انا ما كانش عندي دهنة فحطيت السمنة اللي انا عاملاها من الدهنة. الحشوة بقى يعني ممكن نحشيها بكذا حشوة. انا هعمل رز بالقوانص، وممكن تحطوا مثلا رز بالبسلة والجزر. جبت كده البصلاية، حطيتها في شوية زيت على سمنة، قلبتها شوية كده لحد ما اصفرت، نزلت عليها بالقوانص، وبعدين قلبتها، ولما تغير لونها حطيت عليها رشة فلفل اسود. وكده كده القوانص هيبقى ليها مرحلتين سوا كمان، يعني مرحلة في الفرن ومرحلة في الرز. قلبتها كده وبعدين نزلت عليها بكوبايتين رز. الرز اللي انا الكوبايه اللي انا بعاير بيها كبيره شويه، يعني بتاخد 300 جرام، دول كده 600 جرام. وبعدين حطيت معلقه قرفه ومكعب مرقه، معلقتين ملح، ونزلت عليهم بالميه السخنه. قلبت كده وظبطت الميه بس، وغطيت عليها وغطيت من النار وحطيت تحتيها صاجة. سويته تسوية عادية خالص، خد مني تلت ساعة على النار. وبعدين جبت كيس تلاجة كده وقطعته وفردته وحطيت عليه عجينة الفراخ دي، وحطيت عليها كيسة كمان فوق، وكوباية كده عشان النشابة بتاعتي كبيرة قوي بتاعت العجين، ما عنديش نشابة صغيرة. قعدت افرد كده في العجينة، وبعدين هاخدها بقى وعلى سلطانية كده صغيرة، وهشكل العجينة على شكل الطبق. وبعدين هبتدي احشيها بالرز. انا عملت واحدة كده من غير قوانص اللي مش حابب، والباقي كله هيتحشى عادي. وبعدين بقى هبتدي اقفل باطراف العجينة اللي بره دي، وبعدين هضغط عليها ضغطة كده تساوي الشكل بتاعها. وبعدين في صينية كده فيها شوية زيت وزعتهم حلو في الصينية، وهرص فيهم بقى الفراخ المحشية دي. هوريكم واحدة كمان. نفس الكلام، فردت، حطيت في الطبق وحشيت وقفلت. بس كده عملتهم كلهم ودخلتهم الفرن ربع ساعة، وطلعتها بقى عشان ادهن الوش وادخلها ربع ساعة تاني. حطيت توم وحطيت كاتشب وحطيت شوية ملح وفلفل اسود وعصرة ليمون وزيت، وقلبتهم كويس كده. وبعدين بعد ما الصينية طلعت بعد ربع ساعة، قمت دهنة الوش كده ومدخلاها ربع ساعة كمان، وشغلت الشواية عليها. على فكرة الرز انا مدخلاه مستوي مش نص سوا، ومع ذلك يعني ما عجنش ولا اي حاجة، يعني زي ما دخلته زي ما طلعته. لان الرز اصلا انا مدخلاه يعني ما فيهوش الرطوبة اللي تخليه يكمل سوا، وكأني مغلفاه بحاجة ومغطياه بحاجة ومدخلاه بس يسخن. شكلها عامل ازاي؟ بتتاكل بقى كأنها برجراية كده، بجد تحفة جدا.